أهلا بيكم في قناة على الدغري التعليمية. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نسمع الحكاية. كتير مننا شاف قصة غرق التايتانيك في الأفلام أو قرأ عنها، بس النهاردة إحنا هنرجع بالزمن لورا وهنشوف القصة دي من زاوية مختلفة تماماً. مش من خلال الدراما، لأ، من خلال التحقيقات نفسها، من شهادات الناس اللي كانت هناك وعاشت الكارثة لحظة بلحظة قدام مجلس الشيوخ الأمريكي. الشهادة دي لوحدها تهبس الأنفاس. دي كلمات الضابط الثاني تشارلز لايتولر. تخيلوا معايا المشهد اللي بيوصفه: سفينة عملاقة بتغرق في نص المحيط المتجمد، والرجالة واقفين في هدوء تام كأنهم في صلاة. الهدوء الغريب ده وسط الفوضى والموت هو واحد من الألغاز اللي التحقيقات حاولت تفهمها. والرقم ده أكتر من 1500 روح. ده مش مجرد رقم، دي قصص وحياة ناس انتهت في ليلة واحدة. الرقم ده هو اللي خلى العالم كله يقف ويسأل: إزاي ده حصل؟ دي ما كانتش مجرد حادثة، دي كانت واحدة من أكبر الكوارث البحرية في التاريخ، وكان لازم حد يتحاسب. طيب، عشان نفهم حجم الكارثة لازم الأول نفهم حجم الأسطورة. لازم نرجع للسفينة نفسها، السفينة اللي اتعرفت وقتها بلقب السفينة التي لا تغرق. بصوا على الإمكانيات دي ما كانتش مجرد سفينة، دي كانت أعجوبة هندسية. كان فيها نظام غرف مانعة لتسرب المياه، يعني ببساطة لو كام غرفة اتخرمت واتملت مية، باقي الغرف تفضل مقفولة وتحافظ على السفينة عايمة. الفكرة دي هي اللي خلت الناس كلها من المهندسين للركاب مؤمنين إنها فعلا مستحيل تغرق، وده اللي حصل بعد كده صدمة لا يمكن استيعابها. ومن هنا بتبدأ القصة تاخد منحنى تاني خالص. هنا بندخل في تفاصيل الليلة المشؤومة. الليلة اللي ما كانتش مفاجأة، لأ، دي كانت ليلة مليانة بالتحذيرات. تحذيرات للأسف محدش اهتم بيها. اللي بجد يصدم في الجدول الزمني ده هو كمية الفرص اللي ضاعت. تخيلوا، 6 تحذيرات بوجود جبال تلج في منطقة قريبة، وكل ده في يوم واحد بس. ورغم كل ده التايتانيك فضلت ماشية تقريبا بكامل سرعتها. دي سلسلة قرارات غير مفهومة ودتنا للحظة الكارثة. الساعة 11:40 دقيقة إلا دقيقة بالليل. الصرخة دي غيرت كل حاجة. جبل تلج قدامنا بالظبط، بس للأسف كان الأوان فات. سفينة بالحجم والسرعة دي مستحيل تقف أو تغير اتجاهها في ثواني. وهنا كانت الضربة القاضية. التصميم العبقري كان ليه نقطة ضعف. التايتانيك كانت مصممة عشان تفضل عايبة حتى لو 4 غرف منها اتملوا مية، لكن الخبطة فتحت 6 غرف. الفرق ده، غرفتين 2 بس، هو اللي حكم على السفينة بالغرق المحتوم. طيب، كفاية كلام عن الأرقام والهندسة. تعالوا نسمع الأصوات اللي خرجت من قلب المأساة، شهادات الناس اللي نجت، اللي حكت عن الفوضى والارتباك اللي سيطر على عملية الإخلاء. النقطة دي بتورينا إزاي الارتباك في الأزمات ممكن يكون مميت. هو أمر واحد بس اتقال: النساء والأطفال، بس اتفهم بطريقتين مختلفتين تماماً. في ناحية من السفينة الضابط لايتولر التزم بالأمر حرفياً وفهمها فقط، فكان بينزل قوارب نجاة نصها فاضي لو مفيش ستات أو أطفال تانيين. في الناحية التانية الضابط ميردوك فهمها أولاً، فأنقذ أرواح أكتر لأنه سمح لبعض الرجالة يركبوا بعد ما يطمن إن مفيش ستات أو أطفال. تخيلوا، اختلاف في فهم كلمة واحدة كان سبب في موت ناس. ودي يمكن الحقيقة الأكثر رعباً في القصة كلها. حتى لو عملية الإخلاء كانت مثالية ومنظمة، ببساطة ما كانش فيه قوارب نجاة كفاية لكل الناس اللي على السفينة. القوانين وقتها كانت قديمة جداً وما كانتش عاملة حساب سفينة عملاقة بالحجم ده. يعني أكتر من نص الناس مصيرهم كان محتوم من قبل حتى ما الكارثة تبدأ. الشهادة دي بتلخص حاجات كتير قوي. ده كلام جاي بروسيس ماي، مدير شركة الشحن نفسها وأعلى مسؤول نجا من الحادثة. رده البارد ده وهو بيوصف إزاي ساب السفينة بتغرق من غير ما يبص وراه أثار غضب شعبي كبير وقتها، ولحد النهاردة بيعتبروه رمز للجبن واللامبولات. طبعاً بعد كارثة بالحجم ده كان لازم العالم كله يتحرك، ومجلس الشيوخ الأمريكي ما ضيعش وقت، وبعد أيام قليلة بدأ التحقيق رسمي عشان يعرف الحقيقة ويحدد المسؤولية. والتحقيق ده مستثناش حد، الكل كان لازم يقف ويتسال، من أول مدير الشركة لكل الضباط اللي نجوا، وحتى عمال الراديو اللي كانوا حلقة الوصل الوحيدة مع العالم الخارجي. مفيش حد كان فوق المسؤولة. وهنا بتظهر قصة تانية مأساوية جوه القصة الكبيرة. قصة سفينة اسمها اس كالفورنيان، كانت قريبة جدا من التايتانيك لدرجة إنهم يمكن كانوا شايفين بعض. سفينة كان ممكن تنقذ مئات الأرواح لكنها ما عملتش أي حاجة. والحقيقة الصادمة إن عامل الراديو بتاعها كان قفل الجهاز ونام دقايق بس قبل ما التايتانيك تبعت أول إشارة استغاثة. اللحظة دي في التحقيق كانت فضيحة بكل المقاييس.
لما سألوا ماركوني نفسه الراجل اللي اخترع الراديو إذا كان في أي قانون بيلزم السفن إنها تفضل مراقبة إشارات الراديو طول الوقت، كان رده ببساطة إنه مفيش أي قانون بينص على ده. تخيلوا؟ ثغرة قاتلة زي دي في النظام كله محدش فكر فيها إلا بعد فوات الأوان. لكن وسط كل الألم ده ومن قلب المأساة اتولدت دروس وتغييرات هتفضل عايشة للأبد. إرث التايتانيك ما كانش بس غرق وحزن، لأ، كان بداية عصر جديد من السلامة في البحر. واحدة من أول وأهم النتائج المباشرة، اتأسست الدورية الدولية للجليد، ودي منظمة هدفها الوحيد هو مراقبة حركة جبال الجليد في المحيط وتحذير السفن عشان تمنع أي كارثة زي دي تحصل تاني. المنظمة دي لسه شغالة وبتنقذ أرواح لحد النهاردة. المؤسف إن العلل كان محتاج كارثة بالبشاعة دي عشان يفوق ويغير القوانين، بس الإصلاحات دي أنقذت أرواح لا حصر لها. بعد كده بقى إجباري إن أي سفينة يكون عليها قوارب نجاة كفاية لكل الناس، وإن مراقبة الراديو تكون شغالة 24 ساعة. دي بقت أساسيات السلامة البحرية، وكلها اتكتبت بدم ضحايا التايتانيك. في النهاية قصة التايتانيك هتفضل دايماً قصة تحذيرية عن غرور الإنسان وثقته العمياء في التكنولوجيا بتاعته. والسؤال اللي لازم نسيبه معلق في الهوا هو يا ترى إيه هي جبال الجليد اللي إحنا ممكن نكون شايفينها قدامنا النهاردة وبنتجاهلها؟